تعرف انه في فرق كبير بين انك تمشي غلط وانك تمشي غلط ومفكر حالك صح؟ بعد ما تعمقت بقصة اصحاب السبت اكتشفت انه بالدين مو كل شيء بنقنع فيه حالنا صح فعلا بيكون صح، لانه في ناس قبلنا حاولوا يبرروا غلطتهم ويتحايلوا على الله سبحانه وتعالى بس ما زبطت معهم، وهالشي دفعهم ثمن كتير كبير. ولو تدبرنا قصة اصحاب السبت بعقلية ايامنا وزماننا هاد رح نحس انهم ما ارتكبوا جرم كبير. كل اللي صار انه امرهم رب العالمين انهم ما يصطادوا يوم السبت، وحرم عليهم هالشيء حتى يتفرغوا للطاعة والعبادة. واللي صار انه السمك صار يغيب طول الاسبوع ويجي للساحل يوم السبت فقط. هون اصحاب السبت شغلوا عقلهم وقالوا نحن يوم السبت محرم علينا الاصطياد فيه، يبقى نرمي شباكنا يوم الجمعة ونجي يوم الاحد الصبح ونسحب الشبك، وهيك اغتنمنا فرصة الاصطياد يوم السبت وبدون ما نصطاد فيه حضوريا بنفس اليوم. واكيد كان في زمانهم حدا يفتيهم بجواز هذا الفعل طالما ما رموا شباكهم وسحبوها يوم السبت. والكلام صحيح، رمي الشباك عم يكون يوم الجمعة والسحب يوم الأحد. ولو فكرنا باللي عملوه بعقلية اليوم راح نلاقي انه ما في مشكلة تقريبا، لكن الله سبحانه وتعالى غضب عليهم ولعنهم، يعني اخرجهم من رحمته وحولهم كمان لقردة، لقوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. طيب ليش كل هالشي صار معهم؟ ليش الغضب والطرد من رحمة الله؟ والجواب بكل بساطة لأنهم التفوا وتحايلوا على أوامر الله سبحانه وتعالى. فكم واحد منا اليوم عايش بعقلية أصحاب السبت بالتحايل والالتفاف على شرع الله؟ ولو حكينا على أبسط الأمثلة فرح نذكر نقطة تغيير المسميات اللي غيرت مفهوم كتير من الناس للحلال والحرام. فمثلا الربا أصبح فائدة، والرشوة أصبحت إكرامية، والخمر مشروبات روحية، والتعري حرية شخصية، والحجاب للمقتنع فيه، واللي ما بيصلي بيقول لك الدين معاملة، والإيمان بالقلب، واللي بيجمع الصلوات كلها وبيأخرها عن وقتها بيقول لك الدين يسر، وآكل مال اليتيم وأموال الزكاة تحت بند والعاملين عليها، واحتكار قوت العباد والأدوية صار اسمها شطارة، والتحايل لأكل الميراث صار فالهوي. كل هدول ما ارتكبوا المعصية بشكل صريح بس لبسوها لبس تاني مثل أصحاب السبت تماما. المشكلة صارت مو بس بالفعل، لا، صارت المشكلة بالفكر كمان، لأن القصة مو قصة سمك ولا قصة يوم السبت ولا قصة شباك انرمت بيوم وانسحبت بيوم غيره. القصة اختبار وامتحان نوايا عن ناس حبوا الدنيا أكثر من طاعة ربهم، عن ناس بيحتالوا على أمر الله سبحانه وتعالى. القصة بتحكي عن نماذج كتير بحياتنا عم يضحكوا على حالهم ومفكرين إنهم ماشيين صح، بس بالحقيقة هو عم يمشي على خيط رفيع بين الدين والهوى. والسلام عليكم.